بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوه في الفيديو. دي قناتي، لو اول مره بتشوفوا القناه عندي اتمنى طبعا نشترك، واتمنى كمان تفعلوا باللايك عشان اول ما انزل فيديو ان شاء الله باذن الله يبدا يوصل لحضراتكم ان احنا نزلنا فيديو. فاتمنى بس اللايك كده على الفيديو وتفرجوا على الفيديو ان شاء الله باذن الله تستفادوا. فيديو النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم للناس اللي حابه تعمل مشاريع من بيتها، والناس كمان اللي بتسالني اجيب نوع فراخ ايه حلو للبيض. ففيديو النهارده ان شاء الله باذن الله لو انت مهتميه بقى عن تربيه الفراخ البلدي، وكمان لو انت حابه تعرفي احسن نوع كده برضو اجيب ايه للبيض، اجيب بلدي ولا اجيب بلدي مشعر ولا اجيب فيومي ولا اجيب هجيني ولا اجيب جميزه، فتابعيني بقى في الفيديو ده. بصوا حبايبي، مبدئيا كده الفراخ البلدي ده رزق 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 في البيت، بامانه رزق والله. كفايه بس ان انت تطلعي الصبح كده تلاقي بيضتين لولادك، تبداي تنزلي كده تعمليهم. كمان الفرخ البلدي غير تربيته خالص، مختلفه عن الفراخ البيضه خالص. تمام، الفراخ البيضه ده كده خليها على جنب. احنا النهارده بنتكلم عن البلدي. البلدي بيعوز اهتمام اكتر، البلدي بيعوز علاج باستمرار. ليه بقى بقول لك علاج باستمرار؟ الفيتامينات، الكالسيوم، رافع المناعه، جرعه مضاد سموم كويسه، جرعه للديدان. لازم كل فتره تدي جرعه للديدان، او هنعمل الشيح. هقول لكم دلوقتي على شويه حاجات. تمام، لازم يكون عندك الاكياس اللي هي بتتباع من عند الدكتور البيطري، اللي هي ايه، فيتامينات كالسيوم. الحاجات دي ما بتبقاش غاليه، بس لازم تكون موجودة عندك. تمام. بصوا بقى مبدئيا كده الناس اللي هتسألني طيب نوع الفراخ اللي عندي ده ايه ده؟ معايا تشكيلة كده فراخ. اول حاجة معايا بلدي مشعر حلو جدا للبيض، وكمان معايا شايفين اللي هي الفراخ السمرة ديت في اللون اللي هو الايه البني ده كده اسمها فراخ جميزة، حلوة برضو للبيض، بس خدوا بالكم في منها انواع عشان ما يضحكش عليكي. وكمان معايا الفيومي، بس الفيوم البيور برضو خدي بالك عشان ما يضحكش عليكي، لان طبعا في فيومي مش بيور. الفيوم البيور فيه مواصفات كتيره جدا. اول حاجه بيبيض معاكي البيضه بصفارين، هبقى اعمل لكم برضو فيديو عنه بالتفصيل. كنت انا جايبه برضو فراخ فيومي بيور، هوريكي شكل الفرخ عامل ازاي. الفرخ ما يعني بسم الله ما شاء الله 2 كيلو 800، بيشيل اوزان رهيبه. لا وكمان كنت ممكن كمان الاقي 3 صفارات في بيضه. برضو عندي فيديو ان شاء الله هجمعه لكم وهوريكم برضو البيض اللي كنت بكسره برضو من الفراخ الفيومي دي، كان بفتح البيضه الاقي جواها 3 صفارات. فحلو جدا، يا ريت لو تلاقي سلاله نظيفه هاتي. طب اجيب السلاله النظيفه دي منين؟ انا الصراحه كنت بجيب من معمل كنت بتعامل معاه، كان بيجيب فراخ فيومي بيور. اهم حاجه تتاكدي ان هي فراخ فيومي بيور. طبعا الفراخ الجميزه برضو جبت منها اللي هو البيور، وجبت منها مش بيور. يعني اللي انتوا شايفينها دي ما كانتش بيور ولا حاجه. الفراخ البيور بتبقى اكبر من كده كمان، وبتبقى بسم الله ما شاء الله في اوزانها بتبقى تقيله جدا. فمشروع حلو جدا. الفرخ الفيومي بيبيض معاكي 4 شهور، بيكون مبشر معاكي ومالي الدنيا خير بسم الله ما شاء الله. تمام، الفرخ برضو اللي هو البلدي المشعر بيبيض معاكي من 4 شهور. في فراخ بتبيض على 6 شهور في الفيومي اللي هو مش بيور، والجميزه برضو اللي هي مش بيور بتبيض معاكي قرب ال6 شهور. تمام، فده بيرجع لنوع الفرخ اللي انت بتجيبيها. البلد المشعر بيبيض معاكي من 4 شهور برضو. فانت برضو لو حابه كده تجيبي لك شويه فراخ زي ما انت شايفه. طبعا لازم شويه العلف علشان الفرخ يبيض معاكي. ما ينفعش ان احنا ما ناكلش علف حبايبي، نعتمد بس على الاكل البيت والكلام ده، لا. بس انا ممكن انتوا شايفين مثلا شويه الفراخ اللي عندي ديت احط مثلا شويه علف بسيطه، وابدا احط عليهم شويه عيش على شويه دشيشه، امشي دنيتي كده. وطبعا اول وجبه ببدا بيها ببواقي البيت، ولما بطلع بقى بعد العصر كده ببدا احط لهم بقى الوجبه الرئيسيه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الجو بدأ يبرد شوية، خلاص بدأت بقى ان انا باجي مثلا من بعد العصر بسك الشباك كده زي ما انتم شايفين. بحب جدا افرش الارضيات، برضو حلوه قوي بيقفوا عليها. سيبك بقى من انت مثلا تحطي قفص والكلام ده، لا هاتيلك متر، هاتيلك المتر بيكون فيه اربع قطع، هاتيلك متر، هاتيلك مترين، وحطيهم كده رص كده في الاوضه عندك حلو جدا ممتاز. من احلى فعلا الارضيات البلاستيك اللي انا يعني جبتها علشان خاطر ان انا افرشها للفراخ كده تقف عليها بالليل. بصوا لما بيتبقى عندي قشر كده بجمع طبعا القشر ده، وببدا ان انا انشفه وببدا احطه لهم كده.
طيب الفراخ بتاكل عندك البيض الكلام ده كله، ده كده بيبقى نقص كالسيوم. في حاجه اسمها ديكال 12، ده كده بشري بيتباع في الصيدليه، ده للكالسيوم وهشاشه كمان البيضه والكلام ده كله. طب نتجنب الكلام ده كله ازاي؟ لازم يكون عندنا زي ما قلت لك جرعه فيتامين، جرعه كالسيوم. تدي شوربه. الناس اللي بتلاقي الفرخه معاها خفيفه خالص دي بسبب الديدان، لازم ندي شوربه ليهم. في طبعا شوربه برضو عند الدكتور البيطري برضو يبدا ان هو ايه يديكي منها. او ان انت تعملي الشيح، خلي الشيح ده معاكي مثلا كل 10 ايام تعملي لهم مثلا جرعه شيح كده وتبداي ان انت تدي لهم. تمام. لازم الارض تكون زي ما انت شايفه كده مبدوره عندك بالايه، بالجير المطفي، بالحيطان، بالكلام ده كله. طبعا لما الجو يبدا يسقع شويه الصراحه انا بحط تحت فراخي شويه قش كده يقفوا عليهم. وطبعا لو الجو برضو برد كلام من ده بحب بقى ان انا ايه اظبط شبابيكي قبل دخول الساعه دي. يستحسن ان احنا نكون مظبطين الاوضه ما يخشش فيها ميه ولا شتاء عشان ما نخسرش الفراخ. وزي ما قلت لك لو هتهتم بموضوع مشروع الفراخ اللي البلدي لازم تكوني مظبطه كرسي علاج كده تدي، ما ينفعش ان انا اسيبها كده لا. حاجه كمان انا ما بحبش الصراحه بل عيش واحطه للفراخ البلدي، ما بعملش كده خالص. صيف شتاء انا بحط متكسر، لان العيش المبلول بيبدا يعمل ديدان بقى في بطن الفرخ والكلام ده كله، وممكن يهدروا منه وفي الحر يبوظ وفي الشتاء يعجون والكلام ده كله، فانا ما بعملش كده. دلوقتي رغيف العيش احنا اولى بيه. رغيف العيش انا باخده بكسره وببدا احط لهم كده ايه وجبات بسيطه. باكل وجبتين 2 بس، ما باكلش اكتر من كده. ليه؟ لان الفرخ احنا مش محتاجينه، احنا مش جايبين فراخ للتسمين، احنا جايبين فراخ للبيض. دلوقتي برضو هبدا اوريكم بسم الله ما شاء الله برضو البيض بتاع الفراخ عندي. وعايزه كمان اتكلم معاكم بقى مع دخول فصل الشتاء، يعني احنا كده خلاص بدا الجو يبرد، لازم تعملي ايه؟ لازم تدي رافع مناعه، لازم تبداي ترفعي المناعه. في علاج بشري هسيب لكم دلوقتي الصوره بتاعته لو انت حابه تجيبيه برضو. ولازم تجيبيه كمان زي ما قلت لك مع دخول فصل الشتاء، لازم تبداي ترفعي المناعه. عندك الصوره اهوت، ممكن تجيبيه او تجيبي علاج بشري زي ما انت عايزه. المهم مع دخول فصل الشتاء ده لازم ترفعي المناعه عند الطيره، لازم ان انت تكوني يعني الطير اول ما يبدا يخش عليه فصل الشتاء نكون احنا رافعين المناعه عنده عشان ما يتاثرش مع تغير الجو. تمام. وزي ما انتوا شايفين حبايبي طبعا البيض احجام مختلفه، في كبير في صغير، لان زي ما قلت لكم الفراخ اللي عندي مش كلها فيومي، دي تشكيله فراخ. الفيومي بقى البيور اللي انا بقول لكم عليه البيضه بتاعته بتبقى اكبر من كده بكتير. عندك اهوت كذا مشروع ممكن ان انت بقى تبداي البيض ده تبيعيه، وكمان ممكن كمان تبداي ان انت مثلا الفراخ البلدي تخليها عمر شهر وتبداي تبيعي عمر شهر. في ناس بتبيع طبعا عمر 20 يوم، في ناس بتبيع شهر، في ناس بتبيع لما يبقى شمرت كده نص تربيه، وفي ناس بتبيع ما بتبيعش وبتخلي الفراخ شويه للبيض. طبعا ده رزق والله يا حبايبي، دخلوا الخير في بيوتكم. حاولي ترفعي المناعه. جرعه الشيح دي اساسيه معاكي عشان الديدان الكلام ده كله. ما تحاوليش ان انتي برضو تاكلي فراخك اي حاجه، لازم تتاكدي برضو ان هو بياكل حاجه كويسه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الديك عندي زي الفل. لكل 12 فرخه هو ديك واحد يبقى معاهم كده. ما تزوديش ديوك علشان ما يبداوش ان هم يضربوا بعض وكلام من ده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا بحاجه بسيطه. لو عندك مكان هاتي شويه طيور، ابداي يلا هاتي شويه طيور كمان. عايزه اقول لكم بقى عشان رمضان الناس اللي حابه بقى تجيب شويه فراخ، ولسه بدري على رمضان شويه، بس اللي حابب يجيب يعني شويه فراخ كده علشان رمضان والبيض والكلام ده كله ابداوا هاتوا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.